السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة مع تيتا هدى. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة مصرية أصيلة مفيش اتنين يختلفوا عليها أبدا. هنتعلم سوا سر الرز الأحمر اللي بالطماطم عشان يطلع معاكي مفلفل ويلونه يجنن وشهي. الوصفة دي فيها بركة زمان ونفس أمي الغالية هدى، الله يرحمها. القناة دي زي ما انتم عارفين معمولة صدقة جارية على روحها، فبتمنى منكم تدعوا لها بالرحمة والمغفرة وانتوا بتشوفوا الفيديو. ولو عجبكم الفيديو وحابين تشوفوا وصفات اكتر من اكل زمان، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان نكبر بيكم. ويلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير ونقول بسم الله. زي ما حضراتكم شفتوا كده نقطع حوالي 3 بصلات ونسخن الحلة كويس جدا ونضيف الزيت وننزل بالبصل لحد ما ياخد اللون الذهبي. بلاش اللون البني، لازم يبقى لونه ذهبي خطير كده. وبعد كده نضرب 3 طماطميات وننزل بالعصير الطماطم ونسيبهم يتسبكوا كويس. وبعدين ما نضيفش التوابل في الاول، لازم نستنى لحد ما يتسبكوا. وبعد كده نحط ميه تغلي على العين التانية. وبعد كده لما يتسبكوا يبقوا بالمنظر ده ننزل بقى بالميه المغليه والتوابل. التوابل عباره عن كمون وكزبره ناشفه ورشه بابريكا وفلفل اسمر وملح ورشه سكر كمان عشان نعادل الطعم. وبعد كده ننزل بالرز المصري المغسول كويس جدا. واهم حاجه الميه تكون مقدارها قد الرز، يعني كوبايه الرز هتاخد كوبايه ميه، كوبايتين الرز هياخدوا كوبايتين ميه، لا اكتر ولا اقل، علشان يبقى مظبوط وكل حبايه غير التانية. ونسيبهم على نار هاديه. بعد ما يتشرب خالص نوطي النار ونسيبه على نار هاديه ونقلبه كويس كده زي ما حضراتكم شايفين. ندوق الملح كويس. طيب كده هو خلاص استوى الحمد لله. الطحينة دي ان شاء الله هنعمل لها فيديو. والسمك المشوي لو حابين ان احنا ننزل طريقته في القناة ياريت تكتبولي في التعليقات. واهم حاجة نظبط الطبق بتاعنا كده ونغرف ونخلي شكله حلو، لان على رأي ماما هدى كانت دايما تقول العين بتاكل قبل البق، وكلامها الجميل. وكانت دايما تقول مطرح ما يسري يمري ويأسس ويبني صحة وعافية وجمال. يا ريت ما تنسوهاش من صالح دعائكم. ونزين الطبق كده كويس ونحط الرز كده بطريقة كويسة. واي تزيين بقى عندكم، يعني حاجات بسيطة كده بتفرق جدا في طريقة الاكل وفي طريقة التقديم. ونحط السمك ونحط كده خس ونحط الطحينة جنبها. وبألف هنا وشفا. ما تنسوش تكتبولي في التعليقات تحبوا الفيديو الجاي يكون نطبخ ايه. مع السلامة.